السلام عليكم. 2023 من 2022 من 2020 ل 2022 سنتين اتطحنت فيهم، بس الحمد لله من الطحن الإيجابي. قبل 2020 وقبل الكوفيد كنت بطحن ببلاش الحمد لله. فعاوز الفيديو دوت اقول لكم على شوية حاجات كده انا اتعلمتها. هيبقى ممكن يبقى فيديو طويل، بس ايه هتسمعه هتاخد خلاصة سنتين يعني من العجن المثمر. سواء بقى في الدين هتلاقيني بتكلم، سواء في التنمية البشرية هتلاقيني بتكلم، سواء في البيزنس هتلاقيني بتكلم. فركز معايا عشان ان شاء الله الفيديو ده ممكن يختصر عليك وقت ويختصر عليك تجارب كتير العبد لله مر بيها واتمرمط فيها عشان يتعلمها. اول حاجة الخوف. انا هتكلم كتير عن العدو ومش هقولك مين هو العدو، انت اكيد هتعرفه، ولو انت ما تعرفوش خش على جوجل واكتب من هو عدو الانسان. العدو عايزك دايما خايف، العدو عايزك دايما بتحسد، العدو عايزك دايما بتبص لحد تاني، العدو دايما عاوز ينمي فيك الشعور السلبي. فالوقت اللي انت مش مع ربنا مين معاك؟ العدو هيستغل كل وقت فراغك السلبي في ان هو يربي فيك او يخليك حزين، يخليك تعيس. هو عايزك كده. فانت اول ما تحس ان انت تعيس مش عايش بسعادة، عندك عدم اطمئنان، عندك كل الكلام ده، يبقى اعرف ان ان انت مش مع ربنا. وانت احسبها في دماغك كده. شوف اي وقت حسيت بتعاسة او بحزن او بأي ألم نفسي هتلاقي ان انت بعيد عن ربنا. واتحداك ان ده صح، لان انا جربته مع كذا حد، وكل ما اقول له انت بعيد عن ربنا يقول لي على طول، لان ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده اوتوماتيك، الموضوع ما فيهوش يمين وشمال. طيب يعني انا لو قربت من ربنا هستريح؟ مش قوي. هقول يعني طبعا هتستريح، بس ما تاخدهاش زي مفتاح النور. انا هقوم اصلي واتوضى واقرا قرآن هبقى كويس. لا، الألم النفسي والشعور النفسي سواء انت حاسس باكتئاب او باي اثار سلبية ليه كذا عامل عشان تودي اثره. من اولها طبعا ان انت لازم تقوم تتوضى وتصلي وتشغل سورة البقرة وتنزل تتمشى، تنزل تعمل اي حركة ايجابية، لان الحزن والاكتئاب وكل الكلام ده بيأثر على المخ والروح والجسد. طيب يبقى الروح صلاة، صيام، قرآن، الجسد ان انت تعمل رياضة، العقل ان انت تشيل من كل حاجة في دماغك سلبية. كل ما هو سلبي فهو من العدو، كل هو ايجابي فمن الله. فخليك دايما مع الله. اتعلمت حاجة كويسة قوي، ان انت اول ما تصحى من النوم فكر تفكير ايجابي. اغصب نفسك وتعود ان انت دايما تفكر في الحاجة الايجابية. وده لو انت عايش في الوطن العربي او عامة انت شخص سلبي او انت لو سبت نفسك للدنيا هتلاقي ان انت بقيت شخص سلبي. لكن لو عايش مع ربنا وعايش مع سيرة النبي وسيرة الصحابة هتعرف ان دايما هم بيختاروا ان هم يبقوا ايجابيين في احلك الظروف. ليه؟ لان هو ده الايمان، حسن الظن بالله. فدايما خلي عندك حسن ظن بالله. المخ مقسوم حتتين، خلينا نقول المخ ده مصنع الافكار. تمام؟ انت راجل عندك مصنع، هدي لك حتة قماش هتطلعها لي تيشيرت، هدي لك حتة قماش هتطلعها لي قميص، هدي لك حتة قماش هتطلعها لي بنطلون. صح؟ ده شغلة المصنع. المخ هو مصنع الافكار. فانت عندك مصنع ايجابي بتدخله الافكار الايجابية، يشغل المصنع الايجابي يخرج لك ايجابي. المصنع السلبي ده خاص بالعدو اللي هو معاك طول الوقت، هتدخله افكار سلبية
هيخرجها لك يعني لا مؤاخذة افكار سلبية. ما كنت هقول كلمة مش حلوة، بس ايه، خلينا ملتزمين في الفيديو. فالافكار السلبية لما انت تصحى من النوم تلاقي الجو مش حلو، تلاقي الجو مش عارف ايه، تحس ان انت تعبان مش عارف ايه، يوم باين من اوله، يبتدي المصنع الجزء السلبي ياخد الاتيتيود بتاعك او الاداء بتاعك ويحطه، وطباعك يحطها، وكل حاجة تحصل بعد كده بتأكد المواقف دي، المواقف السلبية. حاجة اتدلقت، الجو مش عارف ايه، سمعت خبر مش حلو، فكل حاجة جواك جوه دماغك خلاص المصنع السلبي شغال دلوقتي ايه وعمال ينتج، فلازم ينتج الافكار اللي تعزز الكلام اللي انت بتكلمه لنفسك. فلاحظ جدا جدا ان انت تكلم نفسك كلام سلبي، ان انت تفكر تفكير سلبي، وخدها مني طول ما انت عايش في السلبي، طول ما العدو، خلينا نقول العدو مسيطر عليك. وقت ما تحس ان انت خايف العدو مسيطر عليك. وقت ما تحس ان انت بتفكر تفكير سلبي اعرف ان العدو اوتوماتيك معاك. فاول ما التفكير السلبي يجي على دماغك قول ايه، مفيش حاجة هتحصل الا باذن ربنا في الاول وفي الاخر. فانا خايف ليه؟ ما احب الي من قدر الله. خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان. خلاص ربنا عاوز كده هيحصل، سواء بقى خير سواء شر. فانت الدين الاسلامي بيعلمك ان انت تتوكل على الله وتخلي قلبك جامد. انت تتوكل وقلبك ده حديد. بس طب انا لو مش قلبي مش حديد يبقى ايه العمل يا حاج غمري؟ اولا انا مش حج، بس ربنا يكتبها لي، دعواتكم معايا. انت عشان قلبك يبقى جامد لازم يبقى عمران بالايمان. طيب انا يا عم، طب انا بقى اعمر قلبي بالايمان ازاي؟ بلاش كلام كبير. بص، قلبك يعمر بالايمان لما يكون كل حياتك لله. ربنا قال كده ان حياتي لا مش عايز الخبط في الايه. خلينا اخلي الفيديو من غير ايات عشان ما لخبطش الدنيا. بس كل حاجة لله، انت عايش لله. لو قلبك في حاجة غير الله صعب جدا يبقى قلبك مليان بالإيمان. طيب انا اعمل ايه عشان اخلي كل قلبي كله لله؟ هتخلي عينك على الآخرة مش على الدنيا. عاوز تعمل فلوس يبقى انت شوف الهدف اللي انت عاوز يخليك تعمل فلوس، ويخلي عندك هدف تاخد بيه ثواب. فلما يبقى عينك على الثواب ربنا يرزقك الدنيا والآخرة. بس انت ودي انا لاحظتها في التجارة عندي، لما الفلوس ما تبقاش في قلبك، تبقى في ايدك، تبقى انت متحكم في قراراتك. هقول لك مثال بسيط. انا عندي ناس تجار تقال، محلات كبيرة ومش عارف ايه، وبتعامل معاهم وتنكت الدنيا والاخرة. انا لو اتعاملت معاه ان انا محتاجه يركبني، طيب انا لو في الفلوس في قلبي هروح اجري عليه على طول واديله خصم وابوس ايده ورجله ووشه ومش عارف ايه، عشان ايه؟ ياخد من البضاعة بتاعتي. لكن لو انا ما اديتلوش اديته اهتمام بتاع التاجر، اللي هو انا البضاعة بتاعتي كويسة وعارف ان هي بتتباع، وعجبك مش عجبك السعر، خلاص مفيش مشكلة، نتعامل المرة الجاية لما يبقى معاك فلوس او لما تحس ان حاجتي، وفي الاخر يرجع ويشتري مني بالسعر اللي انا بقوله له. فانت لما تكون الدنيا في قلبك هتلاقي ان انت بتجري وتتعب وتحرق في نفسك ويمين وشمال، وفي الاخر مش هيجيلك الا ربنا كاتبهولك. ولما تكون الدنيا مش في قلبك هتبقى مطمن، تجري وتتعب وتشقى وكل حاجة، وفي الاخر الرزق اللي يجيلك هو ده اللي ربنا كاتبهولك واللي انت هتبقى راضي بيه. فنصيحة مني،
خرج الدنيا من قلبك لمصلحتك. الدنيا لما تخرج من قلبك هتطمئن. طب اخرج الدنيا ازاي من قلبي؟ لما تخرج الدنيا من قلبك هتحس ان انت قلبك ما بقاش فيه غير ان انت انا عايش عشان ارضي ربنا. طيب الفلوس دي لو هجري عليها في بالحلال ولا حرام؟ تسأل نفسك. لو فيها شبهة حرام وقفها وشوف ربنا هيرزقك ازاي. وانا مش عايز احكي الحكاية دي دلوقتي، يعني ليها وقتها، بس انا كنت بعمل حاجة غلط وما كنتش عارف ان هي غلط، واحد قال لي ان هي غلط وسبتها لله. مش عايز اقولك ربنا كرمني ازاي، احكي لك الحكاية دي ان شاء الله كمان 3-4 سنين. فالشاهد ان انت كل ما تتقي ربنا وكل ما تخرج الدنيا من قلبك هتلاقي قلبك نظيف، لا في جشع لا في طمع. انت مش هتغش حد عشان تاخد رزقك، لان انت مطمن ان رزقك هيجيلك. لما تكون الدنيا في قلبك هتلاقي ان انت بتحقد على دوت عشان رزقه اكتر منك، هتلاقي ان انت بتغير من فلان الفلاني عشان حاجته احسن منك، هتلاقي ان انت عاوز تكوش على رزق غيرك عشان انت قلبك مش مطمئن والدنيا جواه وعايز هل من مزيد. لو ربنا كرمك ب1000 عاوز التاني، لو ربنا كرمك ب1,000,000 فانت عاوز التاني. فانت بتفضل تجري 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 ورا سراب، في الاخر انت مش مبسوط. ليه؟ لان الدنيا جوه قلبك. لكن لو الدنيا بره قلبك، لو ربنا رزقك بحاجة صغيرة على قد احتياجاتك هتبقى مبسوط ومرتاح وطاير من الفرح. واقل حاجة تبسطك واقل حاجة تسعدك واقل خروجة باقل التكاليف تلاقيك راجع ومبسوط وشاكر وحامد ربنا ونفسيتك مطمنة وهادية وزي الفل. لكن طول ما انت عاوز 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 هتلاقي ان انت عمرك ما بتتبسط. وده من اسلوب وتكتيك العدو، ان هو يفضل يخليك عاوز مش عايز اقول الآية عشان ما لخبطش فيها، بس ايه، يعدهم ويمنيهم. يا الشيطان العدو هيفضل يعدك اماني ويمنيك الاماني. انا عاوز دي، انا لو جبت العربيه دي هبقى مبسوط، لو جبت البيت ده هبقى مبسوط، لو بضاعتي بقت زي فلان الفلاني هبقى مبسوط. وتلاقيه يفضل يلعب في دماغك ويحسسك ويحسرك، وتلاقي قلبك بيتعصر من الحسرة ومن الحزن ان انت والسوشيال وقعدتك على السوشيال ميديا هتخليك تعيس لو انت فضلت تقارن نفسك بالناس. فدي شوية حاجات انا اتعلمتها حقيقي من السنتين اللي فاتوا، وبحاول اطبقهم في حياتي. واتمنى الفيديو دوت انت كمان تطبق ان انت تخلي قلبك سليم ما فيهوش اي امراض قلبية، لان الامراض القلبية دي ربنا قال ايه؟ الا من اتى الله بقلب سليم. فركز قوي ان انت تعيش بقلب سليم، لان انت اللي هتتبسط في الاخر. كل ما تعمل حاجة ربنا قالك عليها حياتك هتتحسن، ولما حياتك تتحسن العدو مش هيسيبك، العدو هيفضل وراك لغاية ما يخليك تسيبها. فخلي بالك، اقرأ كويس عن العدو، اعرف خطته، هو عاوز ايه منك وعاوزك توصل لايه. لو حسيت بأي ضيق أو أي خنقة أو أي مشاكل نفسية اعرف إن أنت بعيد عن ربنا، وإن أنت العدو شغال على دماغك. فحاول تحاوط نفسك بالناس الإيجابية، حاول تبعد عن أي حد بيعصي الله في السر أو في العلن. حاول تخلي عندك صحبة صالحة. لو ما عندكش صحبة صالحة يبقى أنت أحسن إن أنت تقعد لوحدك. صدقني القعدة، انا كنت بشتكي مرار الغربة وان انا لوحدي وان انا مش عارف ايه. دلوقتي انا بقيت بحب اختلي بربنا، ده يعني مفيش احلى من كده. وعرفت ان دي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي الناس وبيخليهم لوحدهم عشان في آية في القرآن بتقول ايه؟ اصطفينا الاخيار. يعني ربنا لما يبعدك عن الناس ده مش عشان انت وحش، بالعكس ده هو بيصطفيك.
فممكن بعدك عن الناس وعن المحيط السيء وان انت تبقى لوحدك دي حاجة كويسة في حقك، مش حاجة وحشة. فخدها من المنطق دوت ومن المنظور دوت، ان ربنا لو بعد عنك حد ده في مصلحتك، يبقى ربنا بيحبك. ربنا لو ابتلاك ده مش معناه ان هو بيكرهك، بالعكس ده هو بيربيك. لان انت لو كان كرمك وانت بعيد عنه كنت هتطغى وهتنسى. فكل حاجة خدها ايجابي، وكل حاجة طالما انت ماشي كويس مع ربنا وقلبك سليم، كل حاجة ربنا بيعملها لك مش تقول لعله خير، لا ده هو خير، لحد ما ربنا يكشف لك هو عمل كده ليه. وهتلاقيها في الاول وفي الاخر تربية الله ليك، عشان هو عاوز منك حاجة. افضل اشتغل على نفسك وطور من نفسك وقوي علاقتك بالله، عشان تعرف هو عاوز منك ايه، وتستفيد من الخبرات اللي احنا بنقول او الابتلاءات اللي حصلت لك في حياتك. مش عايز اطول عن كده، اشوفكم السنة الجاية. السلام عليكم.